مفيش واحدة ما عداش عليها تجارب كتيرة، تجارب فقد، طلاق، آم، خيانة، أذى، علاقات متوترة، عدم ثقة بالنفس، مشاكل مع الأهل من الطفولة، مشاكل مع الولاد. يعني ممكن تبقى حاجات كتيرة قوي قوي قوي، والحاجات دي ممكن تبقى سببت جروح، والجروح لسه بتنزف ولسه بتطلع أفكار، ومخلية تقديرنا لنفسنا مش قد كده، مخلية العلاقات متعطلة. وده طبيعي جدا ولازم تقبليه، بس كمان لازم تفهميه. هل تتخيلي إنه حد متعور ومجروح يقدر يمشي مثلا مسافات طويلة؟ حد طالع له خراج يقدر يتعامل ويضحك وتبقى الدنيا ظريفة وكأن شيئا لم يكن؟ لا يمكن. طيب دي التعويرة اللي بتبقى ظاهرة وبتبقى في جسمنا. مال التعوير بقى اللي بتبقى من جوه، اللي يعني بتغير مناعتنا النفسية وبتغير علاقتنا بنفسنا، نعمل فيها ايه؟ للأسف كتير من الستات بيتجاهلوا هذه المشاعر وكأنها مش من حقهم، بيتجاهلوا التعويرة اللي جواهم والجروح اللي جواهم علشان يرضوا الدوائر اللي حواليهم، وعلشان يبانوا بأن هم ستات يعني في منتهى القوة. الخطورة الحقيقية في أنه لا يمكن يحصل تعافي مع الإنكار، فده مرتبط بأن احنا نعبر، بس المهم ازاي نعبر عن مشاعرنا، ودي رحلة طويلة. مهم دلوقتي انك تعرفي انه تنظيف الجروح ده حاجة مهمة جدا علشان تقدري تكملي، علشان لو انت بجد عايزة اللي جاي من حياتك يبقى في استقبال لحاجات حلوة في الدنيا. يمكن دلوقتي انت مش شايفاها لانه العدسة اللي راكبة على عينك عدسة منغبشة، مليانة ذكريات ومليانة تداعيات من الماضي، مخلياكي مش عارفة لا تعيشي الحاضر ولا حتى تشوفي اللي جاي. هتعملي ده ازاي؟ ازاي تنظفي الجروح اللي جواكي؟